إننا في هذه اللحظات التي تجتمع فيها هذه الهامات الكبيرة نعتز ونفتخر في مرجعية قبائل حضرموت بوجودكم هنا لكي نقف على بعض الأمور والقضايا التي تخص حضرموت. نحن في هذا الوضع وفي هذه الحالة لنا مطلب أساسي وكبير، ألا هو أن تكون حضرموت فاعلة وقوية وذات صوت موجود محترم. يكفي حضرموت من التهميش والإبعاد والاستغلال فقط. نحن اليوم يجب أن نتكاتف من أجل عزة حضرموت ورفعتها، ونحن قادرون على هذا الأمر. هذه المرجعية مرجعية الجميع بدون استثناء، مادين أيدينا لكل إخوتنا في كل المكونات في كل الأنحاء، وفاتحين صدورنا للجميع بدون استثناء. نحن مستعدين لأن نتفاهم، لأن نلتقي، لأن نجتمع. لا نقول نحن الذين موجودين فقط، لكن كل حضرمي له مكانته له عزته، ومستعدون أن نتفاهم بموضوعية مع الجميع، وما هو صح نتمسك به جميعا سواء من هنا أو من هناك، وما هو غلط ننبذه جميعا. وبالتالي الأبواب مشرعة والقلوب مفتوحة، ونحن نقول أن حضرموت هي الغاية والهدف. نحن نعرف المعاناة الشديدة التي يعيشها المواطن اليوم، وبالتالي فهو في أمس الحاجة إلى انتشال هذه الوضعية حسب الإمكان، ونأمل في إخوتنا المسؤولين في السلطة أن يعطوا هذا الأمر جل اهتمامهم، فهذا الأمر يعتبر في المقدمة وأولوية الأمور كافة. نتذكر إخوة لنا يعانون النار، يعانون كل أنواع الظلم، وهم رجال وأهل غزة، غزة الشموخ، غزة التي هي عنوان للأمة العربية والإسلامية كلها. وللأسف لم تلقى غزة ما هو واجب لها، لكننا نملك أقل الواجب وهو الدعاء لأهل غزة. إن لم نستطع بالمشاركة الفعلية فالدعاء ربما يستجاب، وبالتالي نحن في أمس الحاجة إلى هذا. وأعتقد أننا قلوبنا جميعا مع هؤلاء الذين يسطرون ملحمة تاريخية كبيرة لا تقل عن ملاحم الإسلام الكبرى والعظمى، وملاحم العروبة التي هي عنوان لهذه الأمة. أقف أمام حدث مهم لحضرموت، وهو بتاريخ 20 ديسمبر، يوم الهبة الحضرمية. نعم، كان هذا اليوم يوم تاريخي في تاريخ حضرموت. هذه الهبة الحضرمية كانت لها أهدافها وكانت لها نواياها الكبيرة. مع مرور الأيام طبعا حصل ما حصل، وتراخى البعض، وأيضا فهمها البعض مفاهيم أخرى، فلم نرى النتائج التي كنا نرجوها من هذا الحدث الكبير الذي كان عنوانه استشهاد البطل الشهيد الشيخ سعد بن حبريش العلي، إشهار وإعلان مجلس حضرموت الوطني. مجلس حضرموت الوطني ليس مكون مثله مثل المكونات الأخرى، إنما هو حاضنة لجميع المكونات. وبالفعل المجموعة التي كان على رأسها التأسيس من كل المكونات على ساحة حضرموت، ساحلها واديها ومهجرها.
نعم، لأن الهدف من إقامة هذا المجلس هو أن تكون حضرموت معا لكي يكون صوتها صوت واحد، موقفها موقف واحد. وعندما يكون كذلك تكون هنا القوة وهنا القدرة على التفعيل لكل المطالب والقضايا الخاصة بحضرموت. وكان هناك سؤال مطروح من الإخوة في المملكة العربية السعودية: ماذا تريد حضرموت؟ فكان الجواب من خلال اجتماع للمجموعة التي كانت تسير أموره المدنية والعسكرية من أبنائه، ثروته يجب أن تكون مستغلة لمشاريع وتنمية حضرموت. صحيح أن هناك جزء منها كما هو معمول في العالم يكون للدولة الاتحادية، إضافة إلى أن حضرموت لديها الحق والقدرة في التفاوض مع الجهات الأخرى في مجالات التنمية المختلفة التي يعيشها الحضارم كالصحة كالتعليم والجوانب الاقتصادية المختلفة. خلال هذه النقاشات وخلال هذا الأمر الأولي تم ميلاد قضية أخرى تؤدي إلى هذا الغرض، وهي مجلس لحضرموت وطني يضم كافة الحضارم ويحقق هذا، وله هذه الأمور التي يرغب فيها الحضارم. تم إعلان أسماء لجنة الرئاسة أو هيئة الرئاسة الذي هم 23 عضوا. وطبعا اختيار 23 عضوا هذا ليس على أساس قبلي ولا على أساس فئوي ولا على أساس مناطقي، إنما تم لكي يغطي معظم جوانب حضرموت في اتجاهاتها المختلفة. وأعتقد أن المطلع أو الذي وقف على أسماء 23 سيعرف هذا الأمر. الآن يتم ترتيب وضع الهيئات الأخرى التي ذكرتها. على سبيل المثال الهيئة العليا التي هي 351 عضوا، هذا ستعلن وستنتهي مع أيضا هيئة الحكماء، وطبعا الإدارات الأخرى لكي يكون المجلس مكتملا تماما ويبدأ بسم الله على طريق التنفيذ لكل المهام المطلوبة، لأن المواطن كما قلنا وشرحنا أنه لا يحتمل الإطالة، يريد تحقيق شيء على الواقع لكي يشوفه أمامه، لأن المعاناة كبيرة ولأنها وصلت إلى حد عدم القدرة على استمرارها أكثر من اللازم. الآن الدور والتصميم ضرورة أن تكون حضرموت في محلها الحقيقي، صوتها العالي، اشتراكها في كل ما يعتمل في البلاد بشكل عام كجزء أساسي فعال له اعتباره وله احترامه وله تنفيذ مطالبه بإذن الله. نحن في هذا المجلس لسنا أعداء لأي اتجاه كان، لكننا لا نقبل لمن يخطي على حضرموت على الإطلاق. فاتحين صدورنا لكل إخواننا سواء كانوا المعارضين أو القابلين، فكلهم حضارم. نحن ننشد الصحيح من الأمور. الشكر في البداية مقدم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان. لهم منا في قلوبنا، ونحن نقول أننا وهم شعب واحد له تاريخه المشترك منذ أيام المؤسس عبد العزيز يرحمه الله. وحضرموت طبعا والحضرمي هو مع أخوه السعودي في مجالات كثيرة،
وفي نفس الوقت لا أنسى أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل الإخوة في التحالف الذي هو قدم الكثير، وأعتقد أن المملكة والإخوة في الإمارات العربية المتحدة لهم من كل الحضارم كل الشكر، ونتمنى أن تعزز التوجهات بناء حضرموت الكبيرة الغالية والعزيزة. نتمنى من أخوتنا تقديم كل الدعم والمساعدة، ونحن معا بإذن الله سنكون في أيامنا القادمة قد انتقلنا من مرحلة ومن حالة ووضع إلى حالة ووضع أفضل بكثير. هذا لن يتم كما قلت لكم إلا بتوحدنا، كلمتنا واحدة، مواقفنا واحدة للمصلحة العامة. المرجعية منكم وإليكم، يحفظكم الله ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.